صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا بخير واحسن حال واحسن صحة. آه، اولا انا مش عارف الفيديو ده هينزل امتى، لان انا عندي شوية ظروف اليومين دول، فمش عارف هو الفيديو ده هينزل امتى. بس انا كان لازم اعمل الفيديو زي ده. الفيديو ده احكي لكم فيه قصة جميلة، قصة حلوة خالص. بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ كان يا مكان كان في شاب بيحلم انه يحقق حلمه. الشاب ده كان عنده 20 سنة، وكان نفسه يحقق حلمه. ملقاش حظه في بلده، فقال لك احنا نسافر بره نجرب حظنا. الشاب طبعا خد المركبة وعدى الناحية التانية لأول بلد تقابله، ووصل لأرض جميلة، أرض من أراضي الله الواسعة اسمها إيطاليا. المهم يا سيدي، الشاب الجميل ده قال لك خلاص أنا هلاقي حظي هنا وأحقق حلمي. فقال لك بقى أخش أشوف الحياة الجديدة والشغل. الحظ ما تحالفش معاه، الحظ كان مخاصمه وزعلان منه، فملقاش حتى السكن ولا الشغل اللي كان بيحلم بيهم، فاضطر ان هو ينام في الشارع زيه زي اي حد. المهم بقى يا سيدي، تعدي الايام وهو بيدور على شغل وبيدور على سكن، بس المسكين مش معاه فلوس حتى يأجر سرير، مش أوضة، يأجر سرير مش معاه. يوم الشاب من رحمة ربنا عليه يتوفى النهاردة. ده الخبر اللي احنا صحينا عليه كلنا هنا كمصريين، صحينا على الخبر ده في إيطاليا. الشاب ده مصري، عنده 20 سنة، بدون ذكر أسماء وبدون ذكر المنطقة اللي كان عايش فيها في مصر أو بلده في مصر كانت إيه. الشاب ده جه هنا إيطاليا وعاش في منطقة اسمها بولزانو. بولزانو ديت في شمال إيطاليا، قريبة من النمسا شوية. المنطقة دي تلج، مش ساعة بس، يعني احنا هنا في ميلانو تحت شوية، مش في الشمال خالص. يعني احنا قريبين من سويسرا وعلى حدود سويسرا، بس مش درجة الساعة بتاعت النمسا وألمانيا والبلاد دي. وعندنا درجة الحرارة هنا بتكون 2 و3 تحت الصفر وبنموت من التلج واحنا قاعدين في البيت. بالك بقى الناس اللي جت عشان تحقق حلمها وملقتش السكن، اضطرت انها تنام في الشارع وتتغطى بورق جرايد او اي لحاف ولا اي بطانية مترمية في جنب الزبالة. وده بقى سر من اسرار حلم السفر. الناس اللي عايزة تسافر، هل انت فعلا شايف بقى ان حظك حلو كده وهتروح تلاقي الشغل والسكن مستنيك، ولا هيبقى مصيرك زي صاحبنا الله يرحمه؟ يا ريت الشباب قبل ما تجازفوا بنفسكم وترموا نفسكم في البحر والكلام ده، تفكر مليون مرة ان انت ممكن تيجي وما تعرفش تحقق حلمك نهائي. ممكن ما تعرفش تحقق حلمك، ولا حتى حلمك ده يعدي من قدامك كده. فمش كل الناس بتسافر حظها بيبقى كويس، بالناس حظها وحش جدا لدرجة ان هم ما بيلاقوش اي سكن. في ناس بتلاقي مثلا سكن ايجار، بيكون الايجار غالي ولازم يتشارك مع 100 واحد في السكن دوت عشان خاطر يقدروا كلهم يدفعوا الايجار. فحلم السفر مش حلم سهل. لو انت قاعد في الغلا والمعيشة الصعبة، فانت لو سافرت مش هتلاقي حتى السرير اللي انت بتنام عليه في بيتك. فنصيحة مني يا شباب، يا ريت تفكروا مليون مرة قبل ما تاخدوا قرار السفر وعايزين تسافروا. لو مفيش حد مصدقني في اللي انا بقوله ده بتاع وفاة الشاب المصري النهاردة، يا ريت تدور على النت وهتلاقي فعلا. انا معرفش الفيديو ينزل امتى، بس هتلاقي الخبر. اشوفكم على خير، سلام.